الجديد بقى ان انت يبقى نادي عنده لجنه الكترونيه، لجان الكترونيه. طب انت تعرف ده ازاي؟ مم. صياغه البوست اللي بتجيلك هي كوبي بيست، تك تك تجي لك 17 مره اه في 10 ثواني. اه فدي لجان الكترونيه. وللاسف انت مش هتحارب ملايين مم. ويوجه الناس في سكه ان انت غلط، وممكن الحكم ما يبقاش غلط، واللجنه خايفه تطلع تقول الحكم مش غلط. يا ابني يعني ما تخافش، اطلع قول حاجه مش غلط، احمي حكمك. لا مفيش الكلام ده. طب ليه انت دايما في موضوع التهام انا كصباحي، كحكم؟ ما انا عشان انت ما فيش حد بيطلع يرد. ما انت بص، انت النهارده اتهمتني اتهام انا كاكس، حلو. وحد رد عني او انا رديت صح. اه لو انت مصر على اتهامك واخد الموضوع بيرسوناليتي بين شخصي بيني وبينك، اكيد في 2 3 تاني هيفهموا ان انا على صواب مم. صح. مم. غيرت الفكره ولا ما غيرتهاش؟ لكن السكوت ده ما هم ما بيردوش، يبقى هم كده. فاهم الفكره؟ فانا ده رايي يعني ان محدش بيرد. التحكيم كان متسلم للانديه، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، اللي عايز يغلط في حكم بيغلط برضه فيه. الكلمه دي كبيره قوي يا كابتن، يعني ايه التحكيم متسلم للانديه؟ ايوه واحنا كده مش في دوري، مفيش ايه، مش في دوري. ما اعرفش بقى، بس انا بكلمك على اللي يخصني في التحكيم. حلو. احنا وصلنا لضعف، لمرحله من ما الضعف. الانديه دي بتلعب في الدوري، اه طبعا. وحضرتك بتقول التحكيم متسلم للانديه. اه اذا الانديه دايره الليله، بيخاف اللي جاي خلاص بتخاف من الانديه يبقى طبعا. الدوري موجه. ايوه اللي جاي بتخاف من الانديه. انا بقولها لك اهو صريحه وعلى مسؤوليتي، اللي لجنه الحكام بتخاف من الانديه. امم اه طبعا. وبص على التعيينات انت تعرف الانديه الكبيره بيجي لها مين، والانديه اللي تحت بيجي لها مين.